هاد الواقعه يلاه وقعت نهار 2 جونفي 2026 في واحد الفيلاج صغير هنا في فرنسا. مربيه في العمر ديالها 63 سنه. تخيلوا معايا غادي تمشي عندها واحد الرضيع، غادي يديوه والديه يحطوه في الصباح، عنده يلاه 3 شهور. واحد الوقيته بدا كيبكي، ما تحملاتش البكا ديالو وهي اتصل بلي بارون ديالو. فعلا جاو هزوه داوه المستشفى. لان كانوا ظنوا بان الرضيع كانت واقعه له شي حاجه، لكن من بعد التحريات ويعني وتحليلات تبين بان هذاك الطفل او ذاك الرضيع كان تعرض لواحد العنف، لواحد الاعتداء، وهو ان هاد السيده اللي في العمر ديالها 63 سنه ما تحملاتش البكاء ديال هذا الرضيع، علما بانه كان اول يوم غادي يتحط عندها. راه ما ساهلاش ان بيبي النهار الاول ما غيبكيش، راه مساله هي عاديه، لان كتكون واحد لا بيريود دادابتاسيون باش عاد الوليدات كيولفوا، حتى لي بارون ديالهم كيولفوا. فهي في اول نهار ما تحملاتش البكاء ديالو. تخيلوا معايا ان بان بان دات داك الرضيع وجابته، يعني اثرت عليه بالمعقول. داو المستشفى الاول، من بعد داو المستشفى الثاني اللي عنده واحد الاختصاصات، لان الحاله ديالو كانت خطيره. لكن من بعد للاسف ان هذاك الرضيع توفى بسبب الاعتداء ديال هاد السيده 63 سنه. فتحكم عليها وتمنعت من المزاوله ديال المهنه ديالها، مساله عاديه. فالاعتقال ديالها كان بتهمه الاعتداء على قصير اقل من 15 سنه. هنا باش كنسمعوا اقل من 15 سنه راه غادي يبان لكم 14 و12. فهنا الاعتداء على رضيع العمر ديالو يلاه 3 شهور. لا حول ولا قوه الا بالله. وقولوا لي شنو الراي ديالكم في التعليق.